رحيم يبتدي بقى. في عندك ايه تاني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. عايز اقول بس ان انا قلت سبقت وقلت ان الاستاذ ايهاب هينفي اللي انا قلته. بس طبعا انا وهو نافى برضو اللي انا قلته. طب استاذنك يا يعني عمرو، انا بقول لك اهو. هستاذنك. هو يعني مش معنى اللي حضرتك قلت حاجه ان دي صح او غلط، وكذلك انا. تمام. فانا مش بنفي، انا بقول المعلومه الصحيحه اللي من مصدري الرسمي، اللي انا بقول لك كلمت ناس في الاهلي لو قالوا لي حاجه صدقني انا اقدر على الهواء اطلع اقول حصل كذا. تمام. بس طيب انا عندي بقى معلومه مهمه جدا، ان هناك قرار في مجلس اداره، هناك قرار في نادي الزمالك، لن يكون هناك اي مدير فني للفريق الا بعد سداد مستحقات اللعيبه. يعني رقم واحد بسم الله الرحمن الرحيم مستحقات اللعيبه تسدد، بعد كده رقم 2 المدير الفني. 90% من الاداره الفنيه او الناس المحترمه المرشحين مش موجودين على الطاوله دلوقتي. 90% وارد كل شيء، لكن 90% منهم مهم مش جدا. موجودين. وممكن ان يكون هناك مدير فني اجنبي. هتقول لي مدير فني، مدير فني اجنبي حنين حنين. هو احنا كنا نعرف يانيك فيريرا ده؟ واحنا كنا شفناه في حته؟ وده حنين خالص. ده حنين خالص. فممكن يكون مش على فكره حنين في الفلوس وفي التدريب. لا ما اعرفش على فكره، مش معنى ان هو حنين انت ممكن تكتشف واحد ده حنين في على ممكن فكره تكتشف مدير فني. بس عايز اقول لك مع كامل احترامي، هو نجح. جوميز كان حنين في الفلوس، ومع هذا كان مدرب كويس جدا ونجح على فكره وعمل نجاحات كبيره. احنا ما قلناش جوميز هنا، فمالهاش علاقه بالفلوس. لا احنا ما قلناش جوميز هنا، احنا قلنا يانيك فيريرا كان حنين في الفلوس وفي التدريب. ما ده برضه كان حنين في الفلوس بس تمام. ايوه بس مهم يا كابتن مهيب ومهم يا استاذ عمرو فعلا، لان معظم لعيبه الزمالك مش هقول عمرو اضراب ما بتنزلش التدريب وبتاع، لكن اهم حاجه بصراحه مستحقاتهم الاول، وبعدين يجي مدير فني برضه. لا بس انا بقى عايزان في موضوع الاضراب ده، عايزان في قصه ان اللعيبه مش عايزه تنزل والكلام ده كله. لا الزمالك عنده اصابات كتير جدا جدا جدا. هم 3 لعيبه اللي نزلوا التمرين. لا في اصابات كتير جدا في نادي الزمالك. كام واحد مصاب حضرتك قولهم؟ 6 مثلا مصابين. مين هم؟ لا وفي غيابات. عبد الله السعيد ماشي، ده غير الغيابات. انا بقول لك المصابين. ودونجا بنقول له الف مبروك، هيتجوز. المصابين حوالي 6 غير الغيابات. غيابات في منتخب تونس، غيابات في منتخب انجولا، غيابات في منتخب مصر، غيابات كتير. فالزمالك ما عندوش لعيبه. في 17 لاعب تقريبا، هم 3 من الاساسيين اللي بينزلوا التدريب. في 17 لاعب خارج الخدمه مصابين ما بين اصابات وما بين منتخبات. 17 لاعب، فبالتالي القوام الموجود ما عندكش قوام يلعب. فبالتالي لازم عواد ادي ال3 اللي بينزلوا. ايوه عشان في اصابات، ما انا بقول لك في اصابات. طيب نتجاوز بقى الحته دي، مش قصه. انا عايز اخبار بقى النهارده. اديني اخبار الزمالك، اديني اخبار الاهلي. اتفضل يا عمرو. انا بتفق مع حضرتك في موضوع المدرب. ايوه في مدرب اجنبي هيكون في نادي الزمالك في الفتره الجايه. والله مدير فني اجنبي. انا بتفق معاك في الرؤى. في مدير فني اجنبي، وهيكون في مساعد مصري يشتغل. هو الاصلح من وجهه نظرك انت، من وجهه نظرك انت في التوقيت ده اجنبي يعني مش واحد زي طارق مصطفى، مش واحد زي الاجنبي. لا الاجنبي على فكره. لو جبت، بص يا جماعه، نداء الى المسؤولين في نادي الزمالك، النداء الاخير زي ما بيقولوا، والله العظيم 3. احنا ما بنحبش المشاكل، ودايما ناس كتير احنا بنعرض اللي بيحصل على فكره، وده غصب عننا، وانا ما بحبش اعرض مشاكل ولا اي حاجه خالص. لكن النداء الاخير، القطار الاخير، بتمنى مجلس اداره نادي الزمالك وجون ادوارد يقعدوا على طاوله واحده ويتحدوا حتى اذا كان هناك الاختلاف في الرؤى. يتحدوا من اجل نادي الزمالك، يتحدوا من اجل هذه الفتره الصعبه، يتحدوا من اجل تيشيرت نادي الزمالك، يتحدوا من أجل جماهير نادي الزمالك. خلوا اسم نادي الزمالك هو اللي قدامكم، هو اللي بينكم. هاتوا شعار نادي الزمالك كده، تيشيرت نادي الزمالك، وحطوه على الطاولة في النص، وقعدوا بصوا عليه، وسيبوا خلافاتكم، وسيبوا اختلافكم في الإدارة الفنية والإدارة المعنوية والإدارة الإدارية، في أي حاجة. سيبوا كل حاجة وبصوا لتيشيرت نادي الزمالك وجماهيره لمره واحده. جربوها، جايز تنفع. صفوا النوايا واشتغلوا من اجل جماهير نادي الزمالك بهدوء وبالراحه. ضعوا الخلافات جانبا، هاتوا الملفات
واشتغلوا عليها ملف ملف، ادوا الناس فلوسها اللي بتلعب، اللي هي في وش المدفع، واللي هي ظهركم، واللي هي راس مالكم. دلوقتي اللعيبه اللي موجوده ريحوها عشان تديكم نتائج. مفيش موارد يا مهيب. وبعد كده اعملوا اللي انتوا عايزينه. عايزين تبيعوا بيزيرا بيعوه، عايزين تبيعوا ناصر ماهر بيعوه، عايزين تبيعوا اي حد بيعوه. ما هو اصل انت اللي مش هتبيعه هيبيعك. ليه؟ بالظبط. اللي مش هتبيعه هيبيعك، لان بيزيرا مثلا مقدم بتاع، فانت ما اديتوش حاجته، هو من حقه، ده محترف. اي لعيب محترف مش تقدر تبكي عليه. انما اولاد الزمالك هيفضلوا شايلين نادي الزمالك على فكره. أيوة. بمناسبه الاستقالات على فكره، نادي مجلس الزمالك مقدم استقاله جماعيه في وزاره الشباب والرياضه واترفضت، وده على مسؤوليتي اهو. بمناسبه الاستقالات، انفي براحتك يا باشا. انا بنفي. انفي براحتك. واحد اداك استقاله ونفى، واحد اداك استقاله مجلس كامل. مجلس كامل يعني مجلس كامل كل حاجه موجودة. مجلس اداره نادي الزمالك قدم استقالته للدكتور اشرف صبحي، والدكتور اشرف صبحي رفض. والكابتن احمد سليمان هيدخل بعدين اساله حضرتك قدمت استقالتك يا كابتن احمد؟ اساله بشكل شخصي. لا الكابتن احمد بشكل شخصي ما اقدرش يقول لك انا قدمت استقالتي والدكتور اشرف رفض، اساله برضه بشكل شخصي. طيب بس كده. اساله بره الهوا. طيب عندك اخبار؟ مفيش استقاله، الكلام ده مش موجود. تمام. المجلس مستمر في الجهاز الفني الحالي، تامر عبد الحميد وحازم امام مستمرين الفتره الجايه، مستمرين لفتره ما لحين سداد مستحقات اللاعبين. بعد سداد مستحقات اللاعبين هيكون في مدرب اجنبي. طب في وفي مساعد مصري. في موارد لسداد الرسوم بتاعت اللعيبه اكيد بقى يعني. ما الزمالك انا اتمنى على فكره الزمالك هيقفل على فكره. لا ده احنا هيقفل. ده احنا عايزين الشباب والرياضه تشارك في ازمه الزمالك على فكره. في صعوبات طبعا، زي انا مش لان دي مش صعوبات طبعا، في صعوبات شديده طبعا في الموارد الماليه، في صعوبات شديده جدا. يعني الامور صعبه جدا جدا ومستحيله، لكن المجلس بيحاول ان يوفر السيوله الماليه للعيبه عشان ما تحصلش اي مشكله في الفتره الجايه. المجلس الفتره الجايه تفكيره ان يسدد مستحقات اللاعبين، ثم هيكون في مدرب اجنبي حنين زي ما انت قلت، حنين في الفلوس. مفيش صفقات في يناير؟ لا القيد طبعا المقفول ده مش هنفتحه؟ لا معلش، واحده واحده. ما على فكره طبعا خلي بالك في ايه؟ في صفقات. ازاي؟ انت هتفتح القيد يا زعيم؟ هتفتح. لا يبقى انت قول ايه بقى؟ القيد يتفتح الاول. القيد هيتفتح بعد كده حلها ربنا. القيد هيتفتح. القيد هيتفتح. طيب على فكره قولا واحدا، القيد هم قضيه واحده كبيره برقم، والباقي كله برقم، يعني مش رقم. ايهاب، اين صفقات النادي الاهلي؟ بص، بعد جلسه امبارح خلاص في بقى حاجات هتبقى داخله في التوقيع. والاسبوع اللي جاي هيبقى فيه اعلان معظم الصفقات. يعني نقدر نقول الاسبوع القادم اعلان صفقات النادي الاهلي. هيبقى فيه جزء منها، هيبقى فيه جزء منها. احنا متفقين على عدد قبل كده اللي شغالين عليه. ممكن يزيد واحد او يفضلوا 5. انت لمحت على باك ليفت، قلت عليه. انا بقول لك يعني ده في الصوره. وفي مدافع بين البنك الاهلي وبتروجيت، بتاع البنك الاهلي هو اللي افضل واقرب. خدني كده على قد عقلي، خدني على قد عقلي. جزار الاقرب. انا بقول لك اهو، مدافع البنك والبنك الاهلي اتحسمت. مدافع البنك الاهلي يقترب من الاهلي. مهاجم عربي ومهاجم افريقي. المهاجم العربي الاقرب من الافريقي. المهاجم العربي الاقرب من الافريقي. عربي اللي هو اردني ولا عربي بيلعب في العراق؟ اللي بعده علي علوان. اللي بعده لا بس علي علوان بيلعب في قطر. اللي بعده جراديشار وداري على رادار الرحيل. جراديشار وداري. اذا قائمه الراحلين المحترفين دي مهمه جدا، المحتملين على اول الرادار. من النادي الاهلي اشرف داري وجراديشار. بس الاهلي هيسدد مستحقاتهم، هم مش عايزين يمشوا، هيسدد مستحقاتهم. لا بس خلي بالك الاهلي في الحته دي ما تراجعش. بقول لك ايه، هيسدد. فلوس كتير جدا. ممكن هياخد لنهايه عقده. حلو جدا. يعني اشرف داري هياخد لنهايه عقده. لا يا باشا، بس على الاقل لعب. في ناس في الزمالك ما لعبتش وخدت لنهايه عقده. الزمالك احنا بنتكلم ما انت يعني جاي تتكلم هنا عن الناس اللي لعبت وطلعت مصابه، والناس اللي ما لعبتش. هي هتطلع ايه؟ هل هتطلع اعاره؟ في ناس بيع اعارات ولا بيع؟ في ناس بيع وناس بيبيعوا اهو، ما بيفسخوش عقود. وعايز اقول لك على حاجه، بيودي اعاره وبيدفع له فلوسه. بقول لك ايه، هو حلو. مين اللي بيجيب فلوس الاعارات؟ مين اللي بيجيب فلوس الاهلي؟
الاهلي اللي بيجيب فلوسه وبيجيب موارده ايهما تفضل من مشاركته في البطولات. ايهما تفضل؟ هي دي الاعاره ولا فسخ التعاقد؟ لا الاعاره طبعا. يا كابتن مهين، بس هيطلع اعاره ما هيدفع يا كابتن مهين. في النهايه المجمل النادي اللي بيجيب فلوسه من بطولاته ومن القابه يعمل اللي هو عايزه. اللي هي فين دي يا ما هو الخزنه دي الفلوس منين؟ اللي هي فين؟ ما السنه دي انت خدت بطوله الدوري كويس ماشي. فين البطولات اللي بتقول المشاركه في لا خدت افريقيا ولا خدت ولا هو الاهلي لما شارك في كاس العالم للانديه خد كام؟ خد 11 مليون دولار. وصرف كام؟ لا صرف اقل من كده. يصرف ايه يعني؟ ازاي صرف طبعا اقل من كده بكتير جدا. ازاي صرف اقل من كده؟ ده اللعيبه بس اللي جابهم صرف فيهم اكتر من كده. المهم هنا الخزنه عمرانه من بطولاتك ومشاركات. فين انت بتتكلم على بطولات السنه دي؟ ما جبتش بطولات. لا بقول لك ايه انت عارف المشاركات يا ايهاب ما تقولوش كده يا ايهاب. قول له الخزنه عمرانه لان عندنا 4 فروع والاربع فروع بيدخلوا فلوس ما شاء الله تغطي كل دي مداخيل. لا ازاي يعني؟ عندك مثلا فرع التجمع الجديد شوف الفلوس اللي دخلت للنادي. انا بقول لك مشاركه في كاس العالم ب 11 مليون. ادينا ربع الفروع انت اعمل. هنعمل ايه؟ انت اعمل. ادينا ربع الفروع دي. نادي الزمالك هيعمل ايه؟ انت ادي مجلس اداره نادي الزمالك نص معاك فرع بقاله 23 سنه. مش بقول لك كامله، انا مش عايز كامله، انا عايز نص الامكانيات. معاك فرع بقاله 23 سنه. حلو. عملت فيه ايه بقالك 23 سنه؟ ما تحاسبش المجلس اللي اشتغل، حاسب المجالس السابقه. انا ما بحاسبش حد. عمرو ما انا لا املك لا املك ان احاسب حد ولا حد يملك. بس املك ان اقول لك انك بقالك 23 سنه معاك فرع ما دقتش فيه مسمار. تمام، انا مش مختلف معاك، بس انا بكلمك في ان ما تحاسبش المجلس اللي اشتغل. المجلس اللي اشتغل وعمل اوراقه وبدا يشتغل في فرع النادي ما تحاسبهوش، حاسب المجالس السابقه. انا لا احاسب. دي حاجه انا بنور لك. انت بتقول اديني، ما انت معاك فرع بقاله 23 سنه اهو. عملت فيه ايه؟ عايز 4 تجيبهم منين؟ ما ترد عليه. مش انت مش في مجالس اداره مختلفه؟ مش مجالس اداره بتاعت مين؟ بتاعت نادي مجالس كتير جت بتاعت نادي الزمالك ما عملتش. انما مجالس الاهلي عملت. ما عملتش ليه؟ لان كان في حل وحل ورجوع. مين اللي كان بيحل؟ ولاد الزمالك. ايا كان لا مش ايا كان. في النهايه في حل ورجوع فما فيش استقرار. لكن انت لو في استقرار، الاهلي هو من صنع استقراره واضاف موارده، والزمالك هو من اضاع موارده واضاع استقراره. مش صحيح. مقوله مع كامل احترامي. امال مين؟ حق يراد بباطل لسبب بسيط جدا. هقول لك ليه. مين اللي حل المجالس؟ مش ولاد الزمالك اللي رفع قضايا؟ ومين حل مجلس اداره النادي الاهلي وتعين هو مش القانون؟ مش برضه ابناء يعني الاهلي جه من غير قانون؟ هي يعني الاهلي جه من غير قانون. انت هنا رجعت المجلس بكامل هيئته كويس. وهنا بتجيب مجالس ثانيه يا راجل. ده انا شفت بوستات على مره. انا شفت بوستات يا ايهاب بجد يا جماعه. احنا دخلنا في هزار. ربنا يديله الصحه الشيخ اللي هو الشيخ خطيب الجامع في مسجد الامام قال لك انتقل راح الاهلي. يعني احنا دخلنا في كده. احنا عايزين بقى حاجات مش جو السخريه ده بصراحه. لا عيب يعني. لا ولا يليق. عيب. وبعدين القصه ان الراجل ربنا يديله الصحه نقل بيته اتنقل. انت فاهم؟ بيته اتنقل. وده شهر نوفمبر يعني الكلام بالظبط. يعني ما دخلناش في الحاجات دي يعني صعب قوي يعني. لا هي الناس بقت. بس انا بقول لك ادي نادي الزمالك استقرار وشوف النتيجه ايه. ادي نادي الزمالك مين اللي منع الزمالك من الاستقرار؟ قول لي رد عليا. قول لي فلان او فلان من بره الزمالك عملوا كده. ما يبقاش ولاد الزمالك اللي بيعملوا كده وتحاسب اللي بره. ما هو حصل ده في الاهلي برضه. ما هو ولاد الاهلي اللي اشتكوا والمجالس رجعت كويس جدا. ما هو النادي الاهلي لما اتحل رجع واتحل واتشال فيها اتحاد كوره واتشال فيها طيب. كذا مره يحصل الكلام ده. عندكم يا جماعه احنا محتاجين استقرار في نادي الزمالك ومحتاجين الناس يا استاذ عمرو محتاجين استقرار. من يصنع استقراره يصنع موارده. انت من جواك لازم تصنع استقرارك. والله العظيم ده انت الزمالك دلوقتي مش عارفين جون ادوار اللي بيدير ولا مجلس الاداره مين اللي هيجيب المدير الفني. ده بيطلع بيان وده بيطلع بيان. ليه ارحموا جماهير نادي الزمالك يا استاذ عمرو. مين قال كده؟ ارحموا جماهيره. ثانيه واحده بس. الله. ثانيه واحده. الكلام ده مش مظبوط. لا بقى هو اللي مش مظبوط. ثانيه واحده بس. من حق جون ادوارد المدير الرياضي ان يطلع بيان ويوضح موقفه.
حقه عادي. يعني ايه المشكله ان طالما ومين قال لك ان في خلاف ما بين جون ادوارد ومجلس لا الاداره؟ مفيش خلاف لا خالص. هم شغالين مع بعض. لا مفيش خلاف بصراحه. انا بقول لك شغالين مع بعض. ما انا بقول لك مفيش خلاف بأمارة ما الاستاذ مهيب بيقول لهم اقعدوا قعده واحده وحطوا تيشيرت الزمالك قدامكم. كلم مهيب بقى. لا مالكش دعوه باللي انا بقوله. كلم مهيب بقى لو سمحت مالكش دعوه باللي انا بقوله. بقوله. مالكش دعوه باللي هو بيقوله. ما تدخلنيش في المواضيع. ما الراجل في اول الحلقه قال لك كل واحد يقول اللي هو عايزه. على تيشيرت الزمالك وحطوا اللوجو قدامكم. هو الراجل خايف على نادي الزمالك. هو قال لك في بص حقه يخاف على نادي الزمالك. بس هو قال لك بس انت بتقول معلومات خطا. هو قال لك تصوبها. ده معلش المفروض. مع احترامي. مع خطا لما تقول لي في خلاف ما بين معلش لو مجلس الاداره مختلف مع جون ادوارد هيمشيه تاني يوم. هيمشيه في نفس ما يقدرش يمشيه عشان في 500,000 يورو مش هيقدر يدفعهم له. يا باشا بقى الكلام ده كلام. يا باشا الراجل هو اللي ماسكك مش انت اللي ماسكه. اضغاص احلام ما فيش الكلام ده. هو طلع بيان زي ده ويقعد مكمل. نهدى. هو يطلع بيان زي ده ويقعد مكمل. يا ايهاب مفيش شرط جزائي. المدير الفني القادم لنادي الزمالك الاجنبي سيكون بالاتفاق في وجهات النظر ما بين جون ادوارد وبموافقه مجلس الاداره. بس طيب يبقى دي معلومه. ايوه ما هو اذا ايه؟ اذا ان في ما فيش خلاف ان جون ادوارد ومجلس الاداره شغالين مع بعض. في اتنين لعيبه كبار هيمشوا من نادي الزمالك، هيتوفر لنادي الزمالك السيوله الماليه لدفع رواتب اللعيبه والمستحقات المتاخره وللمدير الفني القادم. والاقرب للرحيل هو ناصر ماهر وناصر منسي. اتنين. وهناك عرض لبزيرة اذا جه. انا مع. بقول لك الناس ماشيه يا استاذ عمرو وانت بتقول في تعاقدات في يناير. وانا بقول لك ان طب الناس المشكله روح وهات. وانا بقول لك ان الناس دي مش ماشيه وان ناصر ماهر موجود يعني ومستمر ومش هيمشي. يعني ناصر ماهر وناصر منسي وناصر منسي موجودين. في اتنين لعيبه ماشيين. ما ترد عليه. خلاص يعني بقول لك مش ماشيين. لا موجودين. ان غدا لا ناظره الا قريب. بشكرك يا استاذ عمرو. شكرا ليك. اشكرك يا استاذ ايهاب. شكرا جزيلا. شكرا يا كابتن مهيب. شكرا للاستاذ عمرو. عندنا الفقره الثانيه فقره مهمه جدا مع نجوم مصر كابتن احمد سليمان، كابتن محمد عماره، كابتن معتمد جمال هيكونوا معانا بعد الفاصل، ونروح للمؤتمر الصحفي لمنتخب السنغال والسودان ونلتقي بعد الفاصل.